أختي الله يديها العافية والصحة وطولة العمر قالت لي قومي نعمل بسكويت المبروم بتاع أيام زمان اللي كنا بنتهرب نعمل به المفرمة اليدوية. وفي النهاية بعد ما بنخلص كل الكمية ما بناكل منه أي شيء، يعني بتوزع للجيران والحبايب والكنيسة كلها، الكنيسة الشهيدين في السودان عمارات بياكلوا منه، وإحنا الصفيحة لما بنجي نفتحها ما بنلاقي فيها بسكويتاية. الليلة البسكويت ما بسكويت النشادر العادي، ده بسكويت اليانسون المعمول بالمفرمة اليدوية المبرومة، والطعم المميز في الفانيليا المعتقة لها 5 سنين. أول حاجة كوباية من السكر معاهم ملعقتين كبار من السكر، ممكن تستغنوا ملعقتين الكبار ديلا، ملعقتين كبار من اليانسون حب معاها وربع ملعقة صغيرة من اليانسون وربع ملعقة صغيرة